ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أهلا ومرحبا بمتابعينا على قناة هاني زيتون. بإذن الله هنقدم لكم في القناة سلسلة اختبارات بعنوان اختبارات التمييز السمعي للمقامات، والاختبارات دي هتكون على 3 مستويات، وكل مستوى له 10 أسئلة، يعني 10 فيديوهات. المستوى الأول هيكون بعنوان ما اسم المقام، يعني كل فيديو أو كل حلقة هنقرأ فيها بصورة قصيرة بمقام واحد ونقول لك ما اسم المقام. المستوى الثاني هيكون السؤال بعنوان ما اسم المقامين، بمعنى ان التلاوة الواحدة هيكون فيها مقامين، بحيث ان ودانك تتدرب على ملاحظة التغير من مقام لمقام. المستوى الثالث برضو 10 فيديوهات، بس هيكون السؤال بعنوان ما اسم ال3 مقامات. نبدأ النهاردة مع المستوى الأول والسؤال الأول. اسمع مني كويس. طبعا احنا عارفين ان المقامات 8 مجموعة في جملة صنع بسحرك. اسمع كويس وشوف الإحساس والشعور اللي واصل لك ايه، وإن شاء الله الإجابة هتعرفها في الحلقة القادمة. نبدأ مع بعض السؤال الأول من سورة الزلزلة. اسمع كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يا ترى اسم المقام ايه؟ يا ترى هل هو صبا ام عجم ام نهاوند؟ انتظر الإجابة في الحلقة القادمة. أشكركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورتل القرآن ترتيلا.